عليكم. حضرتك دكتور محمد جمال موسى، استشاري القلب في جامعه الفيوم. احنا النهارده في مؤتمر الرواد الثالث، وده يقام للسنه الثالثه على التوالي. السنه دي المؤتمر يعني في تميز كبير، اللي هو بيجمع تخصصات كتيره، مش القلب بس، بيجمع زي مناظرات طبيه ما بين التخصصات المختلفه، زي القلب والنساء، القلب وجراحه الاوعيه الدمويه، القلب والكلى، القلب وجراحه القلب، من اجل اثراء الحياه الطبيه في الفيوم وتبادل الخبرات ما بين شيوخ المهنه وشباب الاطباء لتقديم احسن خدمه طبيه لمريض محافظه الفيوم. ده الجديد حضرتك النهارده في المؤتمر؟ الجديد اللي هو تبادل الخبرات، اللي هو النهارده مش حد بيلقي محاضره بس، لا، في مناظره طبيه ما بين تخصصين مختلفين للطلوع بافضل نتيجه ممكنه في موضوع معين، في مرض معين. تشبيك يعني بين التخصصات المختلفه. لكن انا اقصد اللي هو الموضوعات الخاصه بالطب القلب الجديده الحديثه. طبعا في موضوعات كتيره، زي موضوع مريض القلب اللي بيعاني من قصور في وظائف الكلى، مريض القلب اللي بيعاني يعني مريض القلب اللي حامل، مريض القلب اللي بيعاني من جلطه في القدم، مريض القلب اللي بيعاني من قصور في الشرايين التاجيه. كل دي مواضيع وغيرها كتيره مطروحه في المؤتمر النهارده ان شاء الله. شكرا.